السلام. كيبدا الجزء الثاني من المسلسل بحالة ديال الفوضى في السجن، وكيبان باللي عذرا هي اللي ورا كل شيء اللي كيوقع. وفي نفس الوقت كتوصل لمديرة السجن جديدة سميتها زيرين، وأول ما كتلاقى مع أزلام كتطلب منها دير ليها جولة داخل السجن، وكتقول لها أزلام غدا تتصل بالأمن باش يسيطروا على الوضع، وكتمنعها زيرين حيت بغات تشوف شنو أقصى حاجة يقدروا يديروها السجينات وسط هاد الفوضى. وكيبان باللي زيرين قاصحة بزاف وصارمة في قراراتها وما في قلبهاش الرحمة. من بعد أزلام كتدي زيرين البلاصة اللي دينيز طعنات فيها قدرات، وكتقول لها باللي ملي وصلوا لقاو دينيز شادة الموس بيدها وقدرات طايحة في الأرض. وفي داك الوقت دينيز كتكون واقفة قدام ألب شادة المسدس، وكتقول له خاصو يموت كيف ما قتل بنتها. وفجأة كيختفي ألب من قدامها، وكيبان باللي هادشي كامل غير تخيلات في عقلها، حيت هي في الحبس الانفرادي وفقدات السيطرة على راسها، ولاو كيعطيوها بزاف ديال المهدئات والدويات باش يسيطروا عليها. أزلام وزيرين واقسين قدام باب الزنزانة وكيشوفوا فيها، وكتقول أزلام باللي دينيز تعرضت لصدمة عصبية قوية من بعد داكشي اللي وقع، وولات كتاخد مسكنات قوية باش تهدى، ولكن هاد الدواء كيدير ليها هلاوس. وكتشرح لزيرين تفاصيل اللي كيوقع داخل الحبس، وكتقول لها باللي عذرا ولات قوية بزاف من بعد اللي وقع القدرات، وما بقاتش كتسمع لأي واحد وولات متمردة. زيرين كتطلب منها تجيب ليها عذرا لعندها المكتب، وملي كتمشي عذرا لمكتب زيرين كتفاجأ ملي كتلقاها خرجت شحنة ديال الممنوعات اللي لقاتها جاية العذرا من عند نجية، وقدرت تفهم هادشي وخا عندها أول نهار. وكتكون زيرين عارفة باللي هاد الشحنة ديال عذرا، وفي نفس الوقت عذرا كتستغرب كيفاش زيرين قدرت توصل لمكان الشحنة في نهار واحد فقط. هنا زيرين كتهضر مع عذرا وهي كتحل داكشي اللي لقات وكتخرج اللي فيها، وكتقول لها محتاجاك تعاونيني باش نسيطر على الممنوعات اللي كيدخلوا للسجن. عذرا كتسولها وإلا رفضت شنو غديري؟ زيرين كتجاوبها غنقلب على واحدة أخرى. من بعد كتفتح زيرين الباب وكتطلب من الشرطة يرجعوا عذرا للزنزانة، وقبل ما تمشي كتقول لها فكري مزيان في هضرتي. وفي اليوم اللي من بعد عذرا كتركب في طوموبيل ديال السجن لحسين حيت غادية للجامعة عندها الامتحان، ولكن زيرين كتهضر مع حسين باللاسلكي وكتآمرو يرجع الطوموبيل للحبس. عذرا كتعصب وكتطلب من حسين يكمل الطريق للجامعة، وكيقول له إلا ما مشاتش للامتحان غيضيع عليها العام كامل في الكلية. ولكن حسين كيهديها وكيقول لها ما يقدرش يخالف التعليمات. وساعتها عذرا كتفهم باللي زيرين حطاتها في بالها وباغيه تضيقها عليها عمدا. من بعد ضباط السجن كيتفرجوا في واحد الفيديو في الانترنت، وكيبان فيه جوج ديال السجينات كيتضاربوا بعنف، وكيعرفوا باللي عذرا هي اللي حطات هاد الفيديو باش تدير فضيحه لزيرين وتحرجها قدام المسؤولين. وهذا الشيء كان هو الرد ديال عذرا حيت زيرين حرماتها من حضور الامتحان. وفي نفس الوقت كان واحد الصحفي قاعد مع زيرين في المكتب ديالها، وكيقول لها باللي شاف الفيديو اللي تنشر في الانترنت، ولكن ما بغاش ينشر الخبر في الجريدة قبل ما يهدر معاها حيت عارف باللي هاد القضية غدير بزاف ديال التساؤلات وسط الرأي العام. زيرين كتقول له باللي هي غير من يومين وهي جاية لهاد السجن ومازال كتحاول تسيطر على الفوضى اللي كاينه فيه. من بعد زيرين كدير مع الصحفي صفقة وكتطلب منه ما ينشر والو دابا، وعلى حساب هاد الشي غتعطيه أخبار حصرية ليه بوحدو باستمرار. هنا الصحفي كيعجبو الحال وكيوافق. ومن بعد زيرين كتمشي لعذرا وكتجلس معاها بوحدهم وكتقول ليها كنت كنحسابك أذكى من هكاك، ولكن الخطة ديالك باش تفضحيني فشلات، ووجدي راسك للهجمة الجاية ديالي. ومن بعد كتخليها وكتمشي. ومن بعد زيرين كتمشي لمكتبها وكتطلب من أزلام يحبسوا المسكنات والدويات على دينيز ويخرجوها من الحبس الانفرادي، وكيبان باللي زيرين مخططة لشي حاجة في بالها. في وقت العشاء زيرين كتمشي عند الساجينات في المطعم وكتوقف قدام وحدة فيهم سميتها إيفار، كتشوف فيها بنظرة قوية وكتسولها واش لاباس عليها، وإيفار كتجاوبها وهي خايفة بخير. ومن بعد زيرين كتخليها وكتخرج، والتوتر والخوف كيبانوا في وجه ايفار وكتجري ورا زيرين. عذراء كتشك باللي كاينه شي حاجه بين ايفار وزيرين وكتطلب من صحابتها يراقبوا ايفار طول الوقت.
ونمشيو لدينيز اللي كتكون منهارة حيت مخداتش المسكنات، وكيجي عندها مراد وجايب معاه الماكلة. دينيز كتطلب منه يعطيها مسكن، ولكن مراد كيقول لها ما يقدرش يدير هادشي، وكيقول لها خاصها تكون قوية وتدوز من الأزمة اللي كتمر منها، حيت المسكنات عمرها كانت حل. وفي غد ليه كيخرجوا دينيز من الحبس الانفرادي، والسجينات كاملين كيرحبوا بها وفرحانين برجوعها. عذراء كتمشي عندها وكتقرب لها وهي فرحانة، ولكن دينيز كتطلب منها تلقى لها طريقة باش تجيب لها المسكنات، ولكن عذراء كترفض وكتقول لها باللي المسكنات غتدمر صحتها، وكتنصحها تختلط مع السجينات باش ترجع لطبيعتها. وهنا دينيز كتقلق منها وكتخليها وكتخرج، ومن تصرفات دينيز كنفهموا أنها ولات مدمنة. وفي نفس الوقت زيرين كتعيط في مكتبها على أستاذ في الجامعة سميتو سنان، وكيجي عندها وكيهضر معاها على السبب اللي خلى عذراء ما حضرتش للامتحان، ولكن زيرين ما كتجاوبش، وكتسول سنان على علاش مهتم بعذراء لهاد الدرجة وجا حتى للحبس باش يسول عليها. سنان كيتعصب وكيقول لها بلي عذراء طالبة عنده في الجامعة وهو كيهمه كاع الطلبة ديالو، ولكن زيرين ما كتقتنعش بهضرته حيت هي ذكية وكتفهم بلي سنان كيبغي عذراء، وكتستفزو وكتقول له بلي هي اللي منعات عذراء من حضور الامتحان حيت شايفة هادشي في مصلحتها. سنان كيتعصب وكيقول لها ما عندهاش الحق تحرم سجينة من التعليم ديالها، ولكن زيرين كتعصب من الطريقة اللي هضر بها وكتجري عليه من المكتب ديالها. ومن بعد حسين كيمشي عند عذراء وكيعاود لها شنو دارت زيرين مع سنان، وكيبان باللي عذراء فعلا معجبة بسنان حيت كتأثر بزاف من اللي وقع ليه. وفي نفس الوقت في المستشفى قدرت كتفيق من الغيبوبة اللي دخلت فيها من بعد ما دينيس طعناتها بالموس. قلب كيوصلوا مكالمة من المستشفى وكيعرف باللي مو فاقت، ولكن ما كيبانش فرحان بهذا الخبر وكيرفض يمشي يزورها ويطمن عليها. ومن بعد مدة قدرت كتشد صحتها وكترجع للسجن، وأول ما كتشوفها دينيز كتنهار وكتبدا تغوت وتقول لها غادي تندمي على النهار اللي تولدتي فيه. ومن بعد قدرت كتمشي لمكتب زيرين، وزيرين كتقول لها باللي هي اللي طلبات يرجعوها لهاد الحبس. وقدرت كتفهمها باللي عذراء ودينيز ما غاديش يخليوها في حالها وممكن يقتلوها، ولكن زيرين كتقول لها إلا نفذت أوامرها ما غيقدر حد يقرب لها. وما بقى قدام قدرت حتى حل، وكتوافق على الهضرة زيرين. ومن بعد قدرت كترجع لبلاصتها، وناجية وهاجر كيستقبلوها وفرحانين برجوعها، وكيقولوا لها باللي بزاف ديال السجينات ترحلوا لسجون أخرى، وكيعرفوها حتى باللي عذراء ولات كتعاملهم معاملة خايبة بزاف. من بعد قدرات كتشدهم وكيتمشاو في السجن، وأول ما كتشوفها عذراء كتستهزأ بهاد الحالة اللي ولات فيها، وكتقول لها باللي غادي تخليها تذوق نفس العذاب والألم اللي سببتو ليها، وكتخليها وتمشي. وبالليل دينيز كتعرف من الأخبار باللي المحكمة حكمت ببراءة على قلب في القضية ديال قتل بنتها، وهذا الخبر كيدير ليها صدمة كبيرة، وكتحس باللي كل شيء اللي دارت مشى هباء، خصوصا أن قدرات مازالت عايشة، وكتقرر تاخد حق بنتها بيدها. في غداه قدرات كتعيط القلب وكتلومو علاش ما جاش يسول عليها طول هاد المدة، وهو كيتحجج باللي كان مشغول وكيقول لها ما يقدرش يجي دابا يزورها، وزيد عليها كيقول لها باللي ما غاديش يصيفط ليها لا فلوس لا ممنوعات حيت البوليس حط عينو عليه هاد الأيام. قدرات كتخاف وكتطلب منه ما يتخلاش عليها حيت ممكن تقتل في الحبس إلا خلاها بوحدها، وقلب كيقول لها غادي يشوف الظروف ديالو ويرد عليها. ومن بعد قدرات كتمشي للمغسلة وكتقول لعذراء ودينيز باللي مديرة السجن عيناتها مسؤولة على المغسلة، وكتبدا تتفاخر قدامهم وكتقول باللي غادي ترجع زعيمة الحبس من جديد وتا شي حد فيهم ما يقدر يوقف قدامها. هاد الهضرة كتعصب دينيز بزاف، وكتشدها وكتقجها وكتقول لها باللي غادي تحرق لها قلبها على ولدها كيف ما حرقت لها قلبها على بنتها. ومن بعد دينيس كتعيط لراجلها هاكان وكتقول ليه باللي هو أب فاشل وما نافع في والو حيت ما قدرش يجيب حق بنت نوم اللي قتلها. وهاكان كيتعصب من هضرتها، وبالليل كيمشي لشركة ألب وكيشعل فيها العافية من بعد ما كيشوفوا داخل ليها. في الحبس قدرات كتنهار من اللي كتسمع باللي الشركة تحرقات وولدها مات في الحريق، وكتبقى تغوت وتبكي بحرقة على موت ولدها.
ودينيز واقفة وكتفرج فيها وهي فرحانة بانهيارها. في غداه زيرين كتعيط لدينيز لمكتوبها وكتسولها واش عندها شي يد في اللي وقع القالب ولد قدرات. ودينيز كتستغرب وكتقول لها باللي هي ما خرجاتش من السجن باش تحرق الشركة ديالو. وزيرين كتقول لها يمكن شي واحد من طرفها هو اللي دارها. ودينيز كتجاوبها باللي هي مرا مسالمة وماشي زعيمة عصابة بحال قدرات وما عندها حتى حد برا السجن. ودينيز كتطلب تمشي في حالها وزيرين كتوافق، ولكن قبل ما تمشي كتقول ليها راه غادي نبقى نراقبك طول الوقت. ومني كترجع دينيز قدرت كتهجم عليها وكتشدها وكتهرس قرعة ديال الزاج وكتكون قريبة تقتلها، ولكن زيرين كتدخل عليهم وكتقول لقدرت باللي ولدها مازال حي. وقدرت كتصدم وما كتصدقش الخبر وكتظن أن زيرين كتكذب عليها، ولكن زيرين كتأكد ليها باللي ولدها عايش وكتقول ليها باللي الجثة اللي تلقات في الشركة راه ديال واحد العامل سميتو بوراك. قدرت كتطلب زيرين تعيط لولدها باش تطمئن عليه، ولكن زيرين كتقول لها هادشي ممنوع وكتآمر الحراس ياخدوها للحبس الانفرادي باش تحاسب على اللي دارت. ومن بعد دينيز كتعصب بزاف وكتعيط لراجلها هاكان، ولكن كتلقى التليفون ديالو مسدود وكتبدا تغوت بصوت عالي. الحراس كيجيو على صوتها وكيحصلوا عندها التليفون، وديك الساعة دينيز كتحمي عذراء وكتقول باللي التليفون ديالها هي، وحيت ممنوع استعمال التليفونات في السجن كيعاقبوا دينيز وكيديوها للحبس الانفرادي. على برا قالب كيهضر مع وجدي في التليفون وكيقول له واش وصل هاكان، وكيبان باللي قالب كان عارف باللي هاكان غادي يجي يحرق الشركة، وداكشي علاش هرب قبل ما هاكان ينفذ الجريمة. ووجدي كيقول له باللي هاكان خدا كل شيء وهرب من البلاد، وقالب كيهضر وكيقول باللي عارف شكون حرضو باش يقتلو وغادي يحاسبو على داكشي، وكان قاصد دينيز بكلامو. وكنرجعوا للسجن وسنان كيدخل لمكتب زيرين، وزيرين في ايدها ملف جاها من الوزارة فيه الموافقة على المشروع اللي قدمو سنان باش يقراو السجينات داخل السجن. زيرين كدير راسها ما فاهمه والو وكتقول لسنان إلا قدرتي تجيب الموافقة من الوزارة راه عندك علاقات قوية بزاف. وسنان كيتجاهل كلامها وكيهضر على امتحان تعويضي العذراء عوض الامتحان اللي ضيعات، وكيقول ليها باللي غادي يبقى كيتسنى في غرفة الانتظار حتى تصيفط ليه عذراء تمتحن. زيرين كتقول له غادي تصيفطها دابا، ولكن كتبقى تشوف فيه وكتقول عمرك ما غادي تكون مرتاح وانت في هاد الحبس وغادي نخليك تعاني بزاف. سنان كيضحك وكيقول ليها باللي هو إنسان صبور ومستعد لأي حاجة غادي ديرها. ومن بعد كيوصلوا 3 ديال السجينات جداد للسجن. وبالليل دينيز كتخرج من الحبس الانفرادي وكتفاجأ باللي المكان خاوي، وفجأة كيهجموا عليها 2 ديال السجينات وكيجروها للمخزن وكيكمموا فمها باش ما تغوتش وكيخرجوا تليفون وكيجبروها تعيط لقالب فيديو. قالب كيضحك عليها ويستهزأ بها وكيقول لها باللي عارف أنها كتعاني، وكيأكد لها باللي قريب غادي يهنيها من هاد العذاب ديالها. في النهار اللي من بعد دينيز كتكون في الحمام كتدوش، وكتدخل عندها وحدة من السجينات جداد وكتجلس كتسناها حتى تسالي، ومنين كتكمل كتهجم عليها بالموس وباغية تقتلها. في ديك اللحظة كتدخل وحدة من صحاب عذراء وكتضرب ديك السجينة وكتطيح على الأرض، وكتطيح حتى دينيز من الصدمة. صاحبة عذراء كتشد الموس وكتجري وتهرب من البلاصة بسرعة، ومن بعد كيوصلوا الحراس وكيلقاو دينيز والسجينة الجديدة طايحين في الأرض. وبالليل عذراء كتزور دينيز وكتعصب عليها حيت مشات للحمام بوحدها، وكتقول لها خاصها دير الحذر ديالها مزيان خصوصا من بعد التهديد ديال قالب. في النهار الثاني كتكون محاكمة دينيز في القضية ديال محاولة قتل قدرت، والنائب العام كيقول باللي دينيز تحاكمت قبل بتهمة قتل نهال مديرة السجن، ولكن خدات البراءة حيث ما كانوش أدلة تافية، ودابا ولات متهمة بمحاولة قتل قدرت، وهذا الشيء كيدل باللي هي مجرمة بطبيعتها، وكيطلبوا من القاضي يحكم عليها بأقصى عقوبة. والمحامي كيدافع عليها وكيحاول يشرح الظروف اللي خلاتها تدير داك الشيء، وفي الأخير القاضي كيأجل الجلسة باش ينطق بالحكم.
ومنين كترجع دينيز للسجن كتجلس مع عذراء وكتبكي، حيت عارفة راسها غادي تحكم ب25 عام في القضية ديال القدرات. وعذراء كتحاول تهديها وكتقول لها بلي القاضي غادي يراعي ظروفها وغادي يحكم بالعدل. من بعد دينيز كتوقف قدام القاضي وكتدافع على راسها وكتقول باللي قدرات وولدها هما اللي قتلوا بنتها الوحيدة، وما قدراتش تشوف اللي قتلوا بنتها عايشين حياتهم عادي بحال إلا ما داروا والو، وكتأكد باللي هما مجرمين ولازم يتحاكموا. ومن بعد ما كتكمل هضرتها القاضي كيحكم عليها ب15 عام ديال الحبس. في ذاك الوقت آلب كيبقى في الطوموبيل قدام المحكمة وكيجي وجدي ويطلع حداه وكيفرح آلب منين كيعرف باللي دينيز حكم عليها ب15 عام. ومنين كتخرج دينيز من المحكمة الصحفيين كيهجموا عليها بالأسئلة، ولكن هي ما مركزاش معاهم حيت كانت كتشوف آلب اللي واقف قدامها. وفجأة كيخرج واحد من وسط الناس وكيضرب دينيز بالرصاص، ولكن مراد كيتدخل وكيحميها والطلقة كتصيب مراد في كتفه وكيطيح في الأرض. وآلب كيهرب من البلاصة وكيطلع لسيارته وكيشوف داك الشخص اللي ضرب دينيز كيجري في الزنقة وكيركبو معاه، وكيبان باللي راه واحد من رجالو. وآلب كيسبو وكيغوت عليه حيت فشل في المهمة ديالو، وكيبان باللي واحد من البوليس هو اللي حمى دينيز. في الحبس عذراء وصحاباتها كيعرفوا من الأخبار باللي دينيز تحكم عليها ب15 عام، وزيد عليها شي واحد حاول يقتلها ولكن فشل. كيبان الحزن الكبير على عذراء واللي معاها بسبب اللي وقع لدينيز. وفي الجهة الأخرى قدرات والعصابة ديالها فرحانين بزاف وكيشطحوا وكيحتفلوا بهاد الشي. وفي العيادة دينيز كتكون داوات من الجرح ديالها وكتشكر مراد حيت هو اللي نقدها وكيقول لها هاد الشي واجبه، وكيوعدها باللي غادي يحميلها من أي خطر طول ما هو وحدها. وكيبان باللي مراد كيبغي دينيز وهي عارفة هاد الشي، ولكن كتبدل الموضوع وكتقول له بغات ترجع لبيتها. منين كتوصل دينيز كتمشي عندها عذراء باش تطمن عليها وكتقول لها دينيز باللي الإصابة ديالها خفيفة وداوات منها. في النهار الثاني سنان كيكون مع عذراء ومجموعة من صحاباتها واقفين قدام المكتبة باش يبدأ أول درس تعليمي، ولكن كيتفاجئوا منين حسين كيقول لهم باللي الدرس تلغى، وكيتعصبوا بزاف حيت قال لهم باللي رشوا المكتبة بالمبيد ديال الحشرات وما بقاتش صالحة للدروس. وسنان كيهدي عذراء وصحاباتها وكيقول لهم غادي يتصرف، وكيشد طريقه لمكتب زيرين وكيدخل بلا استئذان وكيغوت عليها بسبب اللي دارت. وزيرين كترد عليه وكتقول له ما عندوش الحق يدخل عندها بهذه الطريقة، وكتأكد باللي ما دارت حتى حاجة غلط، غير لقات المكتبة عامرة بالحشرات وعيطات لشركة ديال المبيدات باش ترشها. وبالتالي اليوم ما غاديش يكون درس حيت ما كايناش بلاصة أخرى في السجن. وسنان كيقول لها راه فاهم لعبتها مزيان، وكيعيط المسؤول في الوزارة وكيعاود ليه اللي وقع، ومن بعد كيعطي التليفون لزيرين. والمسؤول كيعنف زيرين وكيامرها تلقى بلاصة أخرى في السجن باش يبدا فيها المشروع اللي وافقات عليه الوزارة. وزيرين كتقول له غادي تنفذ كلامه، ولكن منين كتقطع الخط كترجع تغوت على سنان وكتقول له باللي كلامها هي اللي كيمشي وهو ما غاديش يعطي الدرس اليوم، وكتجري من السجن. وفي ذاك الوقت ناجية كتكون مع دينيز في الزنزانة وكتكون كتبكي بزاف حيت عرفات باللي بنتها على علاقة مع آلب ولد قدرات وخايفة عليها منه. ودينيز كتحاول تواسيها، ولكن ناجية كتقول باللي قدرات وآلب مجرمين وما عندهمش ضمير، وآلب يقدر يجر بنتها الممنوعات باش تبقى تحت سيطرته. وناجية كتنهار وكتبكي حيت كتحمل راسها المسؤولية، ودينيز كتعمقها وكتقول لها تكون قوية وكتأكد لها باللي غادي يلقاو حل لهاد المشكل. كنرجعوا لعذراء وصحابها وكيبان باللي معجبهمش اللي دارت زيرين مع سنان، وعذراء كتوعدهم باللي غادي تخلي زيرين تخلص ثمن جميع الأفعال ديالها. وفي الليل دينيس كتفيق من النعاس على شي صوت حداها، وكتلقى وحده من صحاب عذراء شاده ناجيه حيت حصلاتها غتغدر دينيز وتقتلها. ودينيس كتصدم حيت ما كانش كتصور باللي ناجيه تقدر دير هادشي. ومن بعد عذراء ودينيز كيهزو ناجيه للمخزن وكيسدو عليها، وديك الساعه ناجيه كتنهار وكتقول لدينيز باللي دارت هادشي بزز عليها، وكتعترف لها باللي آلب وقدرات هما اللي طلبوا منها تقتلها وهددوها يقتلوا بنتها الا ما سمعتش الكلام ديالهم.
ودينيز كتعصب وكتشدها من عنقها وكتقول لها باللي غادي تخليهم يخلصوا الحساب ديالهم، وكتأكد لها باللي هي اللي غادي تنتقم منهم، وكتقول لها إلا خلفت هضرتها فهي اللي غادي تقتلها. ناجية كتخاف وكتوافق على كلام دينيز، ولكن من بعد كتمشي عند زيرين وكتعاود لها كل شيء اللي وقع، وكتطلب منها تعاونها وتخرجها من الورطة اللي طاحت فيها. ولكن زيرين كترفض تساعدها وكتقول لها باللي هي لعبات على الجهات بجوج وتستاهل اللي وقع ليها. وناجية كتهبط للأرض وكترجى زيرين تعاونها، ولكن زيرين ما كتعطيها حتى اهتمام وكتخرج من المكتب ديالها. هنا ناجية كتفقد الأمل وكتحاول تآدي راسها، وبالصدفة كتشوفها دينيز وكتعيط على عذراء وباقي صحاداتها، وكياخدوها بسرعة يديوها للعيادة. وفي ذاك الوقت أزلام كتمشي عند زيرين وكتخبرها باللي وقع لناجية، وكتقول لها باللي الطبيبة قدرت تنقذ حياتها في آخر لحظة. وفي النهار اللي من بعد عذراء ودينيز كيجمعوا السجينات وكيشدوا حسين وأزلام وكيربطوهم، ومن بعد كيخرجوا في مظاهرة ضد زيرين وكيهددوا يقتلوا حسين وأزلام ويشعلوا العافية في السجن كامل. هنا زيرين كتحاول تحذر دينيز من اللي كيديروا، ولكن دينيز كتجاهلها وكتطلب من حسين يشعل العافية قدام زيرين. ومراد كيحذر زيرين وكيقول لها خاصهم يطلبوا الدعم السريع، ولكن زيرين كتعصب عليه وكتقول له يرد البال غير لراسو ولصحابو وهي تلقى حل. وكتمشي بسرعة لمكتبها وكتشغل جهاز الإنذار، وكيبان باللي هذه هي الإشارة اللي كانت مستنياها قدرات اللي كتعطي الأوامر لعصابتها يوجدوا راسهم. وكيبان باللي زيرين مفاهمة مع قدرات على كل شيء اللي غادي يوقع، وقدرات وعصابتها كيهجموا على دينيز وعذراء وباقي السجينات، وكتوقع مدابزة كبيرة بزاف بينهم. ولكن دينيز وعذراء كيكونوا فاهمين الخطة ديال زيرين، وعلى هاد الشيء كيهزوا حسين وأزلام وكيمشيو بهم للمطعم وكيحبسوا راسهم تما. وتما كيصوروا حسين وهو كيطالب المساعدة من الوزارة، وكيقول في الفيديو باللي السجينات داروا مظاهرة ضد زيرين بسبب الأفعال العدوانية معهم، وكيقول حتى باللي هو ونائب المديرة شدوهم كرهائن حتى تحقق المطالب ديال السجينات. وهاد الحلقة بالضبط دارت انقلاب كامل في القصة، وزيرين ولات كدير لعبة كبيرة بزاف، وعذراء ودينيز دخلوا في حرب مفتوحة معها ومع قدرات. ومن بعد كينشروا الفيديو في الانترنت وكيبان بسرعه كبيره، وكيتجمعوا بزاف ديال الصحفيين والنشطاء حقوق الانسان قدام السجن. وزيد عليها نشرات الاخبار كتشعل في التلفزيون وكتنقل على اللي واقع. وفي وقت قصير كيعيطوا المفتش من الوزاره وكيجي للسجن، وكيتلاقى زيغين في مكتبها. ومراد كيتفاجئ ملي كيعرف باللي عناصر من القوات الخاصه وصلوا حتى هما للسجن. والمفتش كيقول له باللي ما عندوش حل اخر حيت خايف توقع شي اعمال عنف خطيره. وفي نفس الوقت المفتش كيتعصب بزاف على زيغين حيت فشلات تحافظ على النظام داخل الحبس، وكيسولها كيفاش دخلوا التليفونات للحبس وتصوروا بهم الفيديوهات اللي تحطوا في الانترنت. وكيقول لها عوض ما تهبطي عند السجينات وتسمعي ليهم وتعرفي المطالب ديالهم خليتيهم يتقاتلوا بيناتهم وخرج الوضع على السيطره. زيغين كتبقى ساكته وما كتلقى حتى جواب ترد بيه عليه. ومن بعد المفتش كيطلب من مراد يجيب ليه شي سجينه باش يهضر معاها ويعرف المطالب ديالهم. ومراد كيقول له باللي السجينات عندهم جهاز لاسلكي ويقدروا يهضروا معاهم من خلاله. وهنا المفتش كيتواصل مع عذراء وكيقول لها باللي باغي يحل المشكل بطريقه سلميه. وعذراء كتسول المفتش على علاش جابوا القوات الخاصه. كيجاوبها ويقول لها هاد الشيء غير اجراء احترازي باش نضمنوا السلامه ديالكم وديالنا لا اكثر. وباش يطمنها كيعطي الامر لقائد القوات الخاصه ينسحب هو وفرقته من الحبس. ومن بعد كيجلس المفتش مع عذراء وكتعاود ليه على جميع التصرفات ديال زيغين معاهم، وكتقول له باللي حرماتهم من حقهم في التعليم داخل السجن، وزيد عليها كتخلي السجينات يتجسوا على بعضياتهم. من بعد كيهضر المفتش مع زيغين وكيامرها تغير طريقه تعاملها مع السجينات، وكيحذرها من انها ترجع تعاود نفس الاسلوب القاسي ديالها. وفي النهار الثاني زيغين كتعيط على عذراء لمكتبها وكتقول لها باللي عندها اجراء جديد للسجينات اللي باقي لهم اقل من 6 شهور ويكملوا المده ديالهم. وكتشرح ليها باللي هذا الاجراء كيسمح للمسجونه تخرج نهار كامل برا السجن باش تقلب على خدمه باش ملي تخرج نهائيا تكون لقات خدمه تناسبها. وعذراء كتفرح بزاف، واول ما كتخرج كتدوز مباشره عند سنان وكيمشيو بجوجهم للبحر، وكتكون عذراء فرحانه وفي اعلى درجات السعاده.
وفي نفس الوقت زيرين كتعيط على دينيز لمكتبها، ودينيز كتفاجئ ملي كتلقى سجينة سميتها شيدام مع زيرين. وهنا زيرين كتصدم دينيز وكتقول ليها شيدام هي اللي شافت شكون قتل نهال مديرة السجن، وشيدام كتقول باللي عذراء هي اللي قتلات نهال. ودينيز في الاول ما كتيبقش هاد الهضره، ولكن زيغين كتعطيها ملفات فيها شهاده شيدام اللي غادي تقدم بها للمحكمه، وكتقول ليها باللي شيدام من بعد ما خرجت من الحبس تدهورات صحتها وقررت تقول الحقيقه. وشيدام كتعاود القصه وكتقول كانت مخبيه نهار المدابزه بين عصابه عذراء وعصابه قدرات، وشاهت عذراء وهي كتجري، ومن بعد وقفات نهال قدامها وعذراء ضرباتها بالموس وهربات. كتصدم دينيز وكتسول شيدام علاش سكتي هاد المدة كاملة. كتجاوبها شيدام وكتقول تسنيت حتى خرجت من السجن حيت كنت خايفة من عذراء تأذيني إلا شهدت ضدها. كتخرج دينيز من مكتب زيرين وهي مصدومة ومرفوعة، ومن بعد كتلقى عذراء وكتسولها مباشرة واش انتي اللي قتلتي نهال؟ عذراء كتشد فمها وما كتجاوبش، ودينيز كتنهار حيت هاد السكوت بالنسبة ليها معناه باللي عذراء هي فعلا اللي قتلت نهال. ومن بعد كتقول لها عذراء كنت هاربة من المدابزة وضربت نهال بالغلط. دينيز كتغوت وكتقول لها وعلاش سكتي؟ علاش ما قلتيش الحقيقة؟ أنا دخلت للحبس بسبابك وخسرت بنتي بسبابك. ودينيز ما كتستوعبش كيفاش عذراء كانت كتعامل معاها طول هاد الوقت وهي عارفة بلي ظلماتها، وعذراء كتحاول تهديها وتبرر داكشي اللي دارت، ولكن دينيز كترفض تسمع ليها حتى كلمة وكتقول ليها من دابا وحنا أعداء، وكتخليها وتمشي. عذراء كتبقى كتبكي بحرقة بسبب اللي وقع. ومن بعد هاد الشي صحاباتهم كيتقسموا لجوج مجموعات، مجموعة صدمات من عذراء وولات كتعاملها خايب وكتوقف ضدها، ومجموعة أخرى بقات معاها حيت فاهمين علاش دارت هاد الشي، خصوصا أنها نقدات دينيز أكثر من مرة وحماتها من قدرت. هاد الشي كيخلي المجموعات بزوج يدابزوا مع بعضياتهم، وعذراء ودينيز كيدخلوا في المدابزة وكتولي فوضى كبيرة. وفي النهار اللي من بعد المدة العام كيبدا التحقيق مع عذراء، وزارين جالسة حداه وفرحانة بزاف حيت عذراء غادية تحاكم. وفي نفس الوقت قدرت كتهضر مع السجينات وكتقول لهم باللي عذراء خانت صاحبتها، والسجينات كيتعصبوا بزاف من هضرتها وكيحاولوا يدابزوا مع عذراء، ولكن صحاباتها كيدخلوا وكيمنعوهم. ومن بعد زيرين كتدخل عند سنان في مكتب الإدارة وكتقول ليه عذراء ما غاديش تبقى تحضر للدروس التعليمية حيت هي اللي قتلات مديرة السجن وغادية تحاكم. سنان ما كيتيقش اللي سمع، وزيرين كتكمل وتقول ليه انت بغيتي وحدة مجرمة وماشي غريب تكون دابا مصدوم من الحقيقة اللي سمعتي. ولكن زيرين كتقول سنان هذه هي الحقيقة اللي خاصك تواجهها. أما مراد فكيكون معصب بزاف، كيمشي عند عذراء وكيشدها وكيقجها، وعذراء كتبكي وكتقول ليه قتلتها بالغلط سمح ليا. مراد كيجاوبها عمري ما نسمح ليك مهما درتي، وكيخليها ويمشي. من بعد مراد كيطيح من النهار كيجلس وكيبكي بحرقة، ودينيز كتمشي عنده باش تواسيه. كيقول ليها ما قادرش نتحكم في الغضب ديالي. كتجاوبو دينيز كنعرف هاد الإحساس صعيب حتى أنا دزت منه قبل، ولكن خاصك تكون قوي وتصبر حتى تدوز هاد الأزمة. بالليل عذراء كتمشي تزور دينيز في الزنزانة ديالها وكتقول ليها ما جيتش نبرر اللي درت، ولكن كنت كنعيش في العذاب بسبب الإحساس بالذنب. دينيز كتبقى ساكتة ما كتجاوبش لحتى كلمة حتى كتسالي عذراء هضرتها وتمشي. من بعد دينيز كتنهار وكتبقى كتبكي بوحدها. وفي النهار اللي من بعد سنان كيزور عذراء وكيسولها على اللي وقع. كتقول ليه أنا من الأول كنت عارفة أن دينيز غادي تخرج بريئة حيت ما كيناش الأدلة الكافية، ومن داك الوقت وأنا كنحميها من قدرت، ولكن اللي ما حسبتش ليه حساب هو موت بنتها إيجام. وكتكمل وتقول أنا نادمة على كل غلطة درتها في حياتي وما نلومكش إلا بغيتي تبعد عليا. سنان كيجاوبها أنا غادي نبقى معاك وما غاديش نخليك حيت قريت القانون ونقدر نعاونك،
وكيقرروا بزوج يقلبوا على دليل يثبت براءة عذراء من القضية. ومن بعد كيجي نهار المحاكمة، وعذراء كتوقف قدام القاضي باش تدافع على راسها، وكيتفاجئ كل شيء ملي كتقول عذراء أن نهال كانت مازال عايشة من بعد ما طعناتها ودخلات المستشفى، وأن شي واحد آخر هو اللي قتلها باش يلفق ليها القضية. وكتقول حتى أن كاينين فيديوهات تمسحوا من كاميرات المراقبة ديال السجن، وأن الشخص اللي مسح داك التسجيلات هو نفسه اللي قتل نهال. المدعي العام كتبان عليه الحيرة، وعذراء كتشوف سنان اللي كان فرحان بزاف حيت هو وياها قلبوا مزيان حتى وصلوا لهاد المعلومة. ومن بعد كتأجل القضية حتى يحقق المدعي العام في الهضرة ديال عذراء. ومن بعد كنمشيو لزيرين، كتعيط لدينيز لمكتبها وكتقول لها عذراء ممكن تاخد البراءة من بعد اللي قالت قدام القاضي، وكتقولها حتى إلا بغينا نثبتوا أنها مجرمة خاصنا نتعاونوا. دينيز كتوافق على الخطة باش يشدوا عذراء متلبسة، وزيرين كتقول عذراء كتدخل مستحضرات تجميل السجن، ودينيز كتقترح نحطوا معها ممنوعات باش تلبس قضية كبيرة. زيرين كتضحك وكتقول لها الخدمة معاك ممتعة. في النهار اللي من بعد عذراء وصحاباتها هما المسؤولين على المطبخ ودخلوا مستحضرات تجميل مع الدجاج، ولكن كيتفاجئوا بزيرين كتطلب منهم ينقيوا أرضية المطعم باش تعطي الفرصة لدينيز تحط الممنوعات مع ديك السلعة. ومن بعد كيجي المدعي العام ومعاه رجال الأمن، ودينيز داخلة وراهم، وعذراء كتوتر وكتفهم أن دينيز دارت ليها فخ باش تنتقم منها. وزيرين كتوقف قدام كل شي باش تخرج الممنوعات، ولكن كتصدم ملي كتلقى غير كيسان ديال العطرية، وكتبقى مصدومة وفي نفس الوقت معصبة على دينيز حيت خدعاتها ورداتها بحال الحمقى قدام المدعي العام. هنا المدعي العام كيتعصب وكيهضر مع زيرين بطريقة قاصحة وكيخليها ويمشي. ومن بعد عذراء كتمشي عند دينيز وكتشكرها على اللي دارت معاها، ولكن دينيز ما كتجاوبهاش وكتمشي وتخليها. زيرين ملي كترجع لمكتبها كتعيط لقدرت وكتآمرها باش تقتل دينيز. في الليل قدرت كتمشي عند دينيز وكتوقف قدامها وكتقول لها دابا جا الوقت نصفيو الحساب. كتنوض مدابزة قاصحة بيناتهم، ولكن دينيز كتقدر تسيطر على قدرت وكتطيحها للأرض وكتحط الموس على عنقها وكتقول قولي قدام كل شي باللي أنا هي زعيمة السجن ولا نقتلك دابا. قدرت كتخاف وكتقول قدام كل شي دينيز هي زعيمة الحبس، وفجأة دينيز كتصدم كل شي وكتضرب راسها، وناجية كتجري وكتبرك على زر الإنذار بسرعة، فكيجيو المسعفين وكينقلوا دينيز للطبيب. هنا زيرين كتآمر يحبسوا قدرت في الحبس الانفرادي، ومن بعد كتدخل عندها وكتبدا تضربها حيت فشلات في المهمة. في المستشفى مراد كيعرف من الطبيب باللي قدروا ينقذوا دينيز من الموت، وأنها خاصها تبقى يومين تحت المراقبة حتى تدوز مرحلة الخطر. في النهار اللي من بعد مراد كيمشي للمستشفى يطمئن عليها وكيتصدم ملي كيلقاها هربات. كيجري يقلب عليها وكيشوفها وهي كتهرب، كيجري وراها وكيعيط عليها ترجع، ولكن دينيز ما كتسمعش ليه وكتهرب وتختفي وسط الغابة. ومن بعد كتخرج للطريق، كتوقف شي طوموبيل وكتقول لمولاها جيت للمستشفى ونسيت الفلوس في الدار، وصلني حتى للدار عافاك، وهو كيوافق. ومن بعد كتمشي دينيز لمحل ديال الحوايج وكتشري لبسة جديدة. وفي هاد الوقت قدرة كتعيط لولدها ألب وكتقول له باللي دينيز هربت من الطبيب وأكيد غادي تمشي عنده باش تنتقم منه، وكتطلب منه يرد باله على راسه. من بعد ما كيصد ألب المكالمة وكيعاود الوجدي اللي وقع، وكيطلب منه يزيد الحراسة حدا الدار حيث دينيز تقدر تهجم عليهم في أي لحظة. وكنمشيو عند دينيز اللي كتكون في المقبرة واقفة قدام قبر بنتها وكتفكر ذكرياتها معها وكتبكي بحرقة. وفي الليل دينيز كتمشي عند تاجر ديال السلاح وكتعطيه سمية ديال واحد المسجونة وكتقول له بلي جاية من طرفها، ومن بعد كتعطيه الفلوس وكتاخد منه مسدس. ومن بعد كتمشي دينيز لبوتيل في واحد المنطقة شعبية وكتعطي فلوس بزاف لموظفي الاستقبال باش يخليوها تدخل بلا بطاقة تعريف. في الليل كتفاجأ بصوص ديال رجال الشرطة في الفندق وكتفهم باللي الاستقبال خدعها وبلغ عليها.
كتخرج من البيت وكتهرب دغيا من دروج الطوارئ قبل ما يشدوها البوليس، وكتبقى كتهرب في الزنقة حتى كتباعد على البلاصة. ومن بعد كتمشي لحديقة عامة وكتنعس فيها حتى للصباح. وملي ما كتفيق، دينيز كتعيط لعذرا وكتقول لها راه محتاجة مساعدتها، وعذرا كتوافق بلا تردد. دينيز كتسولها واش تقدر تختبى عند سنان، وعذرا كتوافق وكتعطيها الرقم ديالو. هنا كتعيط لسنان وكتطلب منه يساعدها وكتقول له راه محتاجة بلاصة تختبى فيها شي يومين، وهو كيوافق وكيعطيها عنوان دارو. وفي السجن وحده من عصابة قدرت كتسمع المكالمة اللي دارت بين عذرا ودينيز، وكتمشي تعيط لقدرت وكتقول لها باللي دينيز غادي تمشي عند واحد سميتو سنان كيخدم أستاذ في الجامعة. قدرت كتعيط لولدها ألب وكتخبرو باللي وقع. في الليل سنان كيكون في دارو، وملي كيسمع الدقان في الباب كيمشي يحل وكيسحب ليه دينيز هي اللي جايه، ولكن كيتفاجئ. ومن بعد شويه دينيز كتوصل لدار سنان وكتفاجئ بألب وهو نازل من عند سنان وكيطلع لطوموبيلتو. كتمشي تجري عند سنان باش تطمن عليه، ولكن كتصدم ملي كتلقاه مقتول. كتهرب من البلاصه قبل ما يجيو البوليس وكتبقى في الزنقه حتى للصباح. كتعيط لعذرا وهي كتعيط وكتقول لها ألب قتل سنان. عذرا كطيح لها الدنيا فوق راسها وما كتقدرش تهدر من الصدمه. في الليل دينيز كتوصل قدام دار ألب وكتحاول تستعمل قانان باش تقرب منه، وكتبقى تراقب الدار. وفجأة شي واحد كيجي من وراها وكيحط الفردي على راسها، ولكن دينيز كتخدعو وكتضربو وكتاخد منه المسدس. كيقول لها أنا قاتل مأجور سميتي قدير، وكيعترف لها باللي عذرا قبل كانت طلبات من شي وحده سميتها حسرت تقلب لها على قاتل مأجور باش يقتل ألب، ولكن من بعد ملي عذرا عرفات خطورة هادشي رجعت قرارها. قدير كيقول لها باللي وجدي هو اللي كيعيط ليه باش يجي يحمي دار ألب، وكيعرض عليها صفقة يساعدها إلا خلاتو يعيش. دينيز ما كتيقش به بزاف، داكشي باش كتشد طريقها وكتمشي. وفي نهار تاني دينيز كتشوف أوزغي بنت ناجية وهي خارجة من دار ألب، وكتطلع لطوموبيلتها وكتبعها وكتبقى كتراقبها حتى كتلقاها جالسة بوحدها في قهوة. دينيز كتمشي عندها كتعرف براسها وكتهدر لها على امها ناجية باش تطمنها وتأكد باللي هي صاحبة امها في الحبس. من بعد دينيز كتحذر أوزغي من ألب وكتقول لها راه مجرم ويقدر يقتلك كيف ما قتل بنتي إيجام، وكتقول لها باللي هي جاية باش تحميها منه وفي نفس الوقت باش تنتقم منه على اللي دار في بنتها، وكتطلب منها تساعدها باش تدخل لدار ألب وتاخد حقها منه. أوزغي كتفكر نهار اللي دابز فيه ألب معاها وضربها، ومني هددها وقال لها إلى خالفت أوامره غادي يوقع لها كيف ما وقع الإيجام، وكتفيق ذكرياتها وكتوافق تعاون دينيز. كتوصل أوزغي لدار ألب ودينيز مخبية في الكوفر الطوموبيلة، ومن الباب اللوراني كتدخلها للدار. وأول ما كتدخل الغرفة اللي كانت كتنعس فيها إيجام، دينيز كتشوف واحد اللعبة ديال بنتها وكتبقى تبكي بحرقة. أوزغي كتطلب منها تهدى باش ما يحسوش رجال ألب بوجودها، وكتعطيها سوارة طوموبيلتها باش تهرب بها من بعد ما تقتل ألب. وفي ديك اللحظة كيسمعوا صوت ألب وهو داخل الدار وكيعيط على أوزغي، وكتجري دغيا وكتخبي دينيز باش ما يشوفهاش. مني كيوصل ألب كيتخاصم مع أوزغي حيت لقى لعبة إيجام تحركات من بلاصتها، وأوزغي كتستغرب وكتقول له باللي كانت غير كتنظف وما قاست حتى حاجة، ولكن ألب ما كيقبلش يثيقها وكيتعصب عليها، وفي الأخير كيجري عليها من الدار وكيقول لها ما بغاش يشوفها مرة أخرى. نرجعوا لدينيز اللي كتبقى مخبية حتى كيجي الليل، وفي داك الوقت وجدي كيقول له ألب باللي غادي يمشي يقضي شي خدمة ويرجع عنده من بعد. وأول ما كيمشي وجدي كتبان دينيز قدام ألب وكتجبد الفردي عليه. ألب كيبقى هادي وكيقرب منها وكيقول ليها ما عمرك تقدري تقتليني. وفجأة كيسمعوا شي صوت برا الدار كيشد انتباه دينيز، وألب كينتهز الفرصة وكيهجم عليها وكيخطف منها المسدس، وكيشوف فيها وكيقول كيفاش هربتي من السجن وكيفاش وصلتي حتى لداري. ولكن قبل ما تجاوبو كيشد صدرو وكيحس بألم قوي وما بقاش قادر يتنفس.
هنا دينيز كتبدا تضحك وكتشد الفردي من يدو بسهولة وكتقول: سممتك في الخمر اللي كنتي كتشرب. ألب كيبدا يطلبها ويقول: ماما هي اللي فرضات عليا نقتل إيجان، أنا ما كنتش باغي. دينيز كتغوت فيه: خاصك تموت مخنوق كيف ما خنقتي بنتي حتى ماتت، وامك خاصها تشوف نفس العذاب اللي عشتو أنا. ألب كيجمع آخر قوتو كيهجم عليها، ولكن مني كيقف على رجليه كتيري فيه دينيز وكيطيح ميت. في داك اللحظة كيوصلوا رجال ألب كيجيو بسبب صوت الطلقة وكيتصدموا مني كيلقاوه مقتول. دينيز كتجري وتركب طوموبيل أوزكا وكتهرب. غدا كتعيط دينيز لعذراء وكتقول ليها: قتلت ألب. وعذراء كتنهار وكتقول ليها: ألب مني قتل سنان سرق منه شريحة فيها فلوس، كانت ديالي أنا وكان سنان كيعاونني باش نداوي بها أختي. دينيز كتقول ليها: أنا غادي نرجع لك الشريحة ولو كان آخر نهار في حياتي. وهنا كيبدا الجزء الأخير من رحلة دينيز، رحلة التكفير عن الذنب والخلاص. وفي نفس الوقت قدرات كتكون في مكتب زارين اللي كتقول ليها ببرود: ولدك ألب مات. قدرات كتغوت غوتة وحدة تقطع القلب، وخا صراحة أنا ما قطعتهوليش، وكتطيح على الأرض وكتقول: حرقتولي قلبي، قتلتولي ولدي. وكيجي نهار الجنازة فين كتكون دينيز واقفة بعيد لابسة الكحل، كتشوف قدرات كتدابز مع وجدي وكتضربو وتقول ليه: انت السبب، كنتي راجل كنتي حميتي ولدي. وهنا مراد كيشوف دينيز وكيعرفها وعليها وكيجري وراها، ولكن دينيز كتهرب وتركب طاكسي وكتختفي قبل ما يوصل ليها. بعدها دينيز كتمشي عند قدير وكتحط الموس على عنقو وكتقول ليه: غادي تعاونني نوصل للشريحة ولا نقطع لك عنقك. قدير كيعترف وكيقول ليها: الشريحة ماشي في الدار، ألب كان مخبيها في بلاصة خراز. وكيديها للمقابر، وغير كينزلوا من الطوموبيل كيخدعها وكيخطف منها الموس وكيضربها بيه في كرشها وكيقول ليها: تجاوزتي حدودك معايا يا دينيز. وكيمشي ويخليها غارقة في الدم. دينيز كتبقى تجر راسها حتى توصل لقبر بنتها إيجان، وكتنعس فوق القبر وكتشوف بنتها في الخيال. كتعيط ليها: ماما تعالي لعندي. ودينيز كتبتسم وتغمض عينيها. وهنا غنكون وصلنا لنهاية الجزء الثاني. قولوا لي واش عجبكم، واش تبغيوني نكمل المسلسل وندير جزء ثالث واخير نعرفوا به المصير ديال قدرات ودينيز. وعذراء ما تنساوش ديروا ابوني للقناة ولايك للفيديو وشي كومونتير باش تشجعوني على الاستمرار.